أهلا بكم. يعمل مختار في تلميع الأحذية وخياطتها في العاصمة صنعاء، راضيا بمكسبه الضئيل الذي يصل 11,000 ريال يمني أو ما يعادل 50 دولارا في الشهر، متحديا الأعراف والتقاليد اليمنية التي تحتقر هذه المهنة. تقرير مراسلنا في اليمن نبيل اليوسفي. تحت أشعة الشمس الحارقة وعلى رصيف الشارع في العاصمة اليمنية صنعاء، يعمل مختار بدأب وصبر في تلميع الأحذية وخياطتها فوق بسطته السهلة التنقل، متحملا سخرية المارة المباشرة وغير المباشرة منه ومن مهنته، قانعا بمكسبه الضئيل الذي يصل إلى 50 دولارا في الشهر، أي ما يعادل 11,000 ريال يمني، والذي يكاد لا يكفيه في سفره إلى مسقط رأسه في محافظة تعز، وليس له من مهنة أخرى سوى هذه المهنة لإعالة أسرته ذات الأفراد العشرة. بالنسبة للشغلة هذه شغلة يعني تمام ماشي، نحصل 10,000 ريال بالشهر أو 11,000 ريال نرسل بها لنا في البلاد، وما بش معانا شغلة غير هذه الشغلة، ما بش وظيفة ثانية. ولأن مختار من طبقة الأخدام المهمشين، فقد هجر تعليمه مبكرا مجبرا على الرغم من حبه له، نتيجة المعاملة الاستعبادية من قبل زملاء دراسته من أبناء القبائل، ثم مني بوفاة والده فأثقل كاهله الطفولي الغض بهموم العائلة الكبيرة التي لا معيل لها سواه، وأضناه البحث في متاهات المدن اليمنية عن عمل، فلم يجد غير حرفة تخريز الأحذية المحتقرة اجتماعيا تدفع الجوع عنهم. المجتمع احتقر هذه الشغلة، بس ما لنا من كلام المجتمع، يقول إنها شغلة ناقصة. والأخدام من الطبقات الاجتماعية اليمنية المهمشة والمحتقرة من قبل المجتمع اليمني، ويحتلون المرتبة الأدنى من العبيد في السلم الاجتماعي اليمني، وما زالت الاختلافات قائمة حول الأصول الحقيقية لهم، وفي ظل تصنيفهم الاجتماعي يمتهنون دائما الحرف الحقيرة التي قد لا يقبل بها الآخرون. مهنة تخريز الأحذية محتقرة ومحتقر صاحبها في الأعراف والتقاليد اليمنية، لكن مختار يرى خلاف ذلك، لأنها أنقذته وأسرته من شبح السرقة والتسول المرعب. نبيل اليوسفي، أخبار الآن، صنعاء.